ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. النهارده هنعمل اكلير. اول حاجه هنعمل العجينه. هنحتاج كوبايه ميه و100 جرام زبده، وهنشيلهم بقى نحطهم على النار. وعايزاهم بقى اول ما يبداوا في الغليان، احنا مش عايزينهم يتبخروا، نسبه الميه اللي فيها مش عايزينها عشان نسبه السوائل ما تقلش. اول ما تغلي على طول هننزل عليهم 200 جرام دقيق، عليهم رشه ملح، واهم حاجه يكون منخولين كده. اول ما بدأوا في الغليان على طول هنزل 200 جرام الدقيق ورشة الملح، وافضل اقلب بقى تقليبة حلوة كده، اعجنهم كده على النار. لو انت حسيتي مثلا ان انت مش متحكمة، ابعديها عن النار، يعني شيلي الحلة عن النار واعجنيها كده لغاية ما الدقيق يختفي خالص، وارجعي تاني حطوهم على النار. اهم حاجة نعجن فيها شوية لغاية ما نلاقي طبقة قشرة خفيفة كده زي ما انتوا شايفين في الحلة من تحت كده استوت. هنشيلهم بقى نحطهم في بولة ونفردهم كده عشان يبردوا بسرعة. ولو احنا عندنا العجان هنحطها في العجان ونتسهل علينا الخطوة دي. بس انا العجان بتاعي اتكسر يا جماعة، انا زعلانة قوي ومش عارفة اصلحه. انا العجان بتاعي ماركة تورنيدو، في قطعة فيه كده اتكسرت، فانا مش عارفة بجد اعمل فيه ايه. المهم نسيبه يبرد، وبعدين بقى نجهز الباستري كريم اللي احنا هنحشيه بالاكلير. هنحتاج كوبايتين لبن، واحطهم على النار يسخنوا، وبعدين بقى هنجهز البيض والسكر والفانيليا والنشا. هنحتاج نص كوباية سكر و2 صفار بيض وفانيليا. الاول ممكن تدوبي مثلا السكر والصفار، هنقلبهم تقليبه كده بحيث ان السكر يدوب مع الصفار. بعدين هننزل عليهم بمعلقه النشا لو انت خايفه ان هو يكتل معاكي، بس هو مش هيكتل. لكن انا عشان بقالي فتره طويله بعمل الاكلير يعني فالخطوه دي عادي يعني. ادوبهم كده، اقلبهم في بعض، وبعدين هجيب بقى اللبن السخن هنزلهم عليهم وادوبهم فيهم. ما تخافيش خالص، هما مش هيكتلوا معاكي، يعني قوام الكريمه كده بتاعه الباستري كريم مش هيبقى مخرز او مكلكع. حالا هتلاقيه ان هو داب. الاول هننزل نص الكميه، وبعدين هندوبه شويه، وبعدين ننزل نص الكميه التانية، وبعدين هنرجعهم تاني في الحله ونطبخهم بقى على النار. اول ما احطهم على النار هنفضل نقلب نقلب، مش هنسيب ابدا المضرب من ايدينا، نفضل نقلب لغايه ما قوامهم يتقل كده. كده خلاص، شفت قوامها كريمي خالص، مش مخرزه ولا فيها اي حاجه. كده خلاص هنشيلهم بقى، نحطهم في بولة تانية ونغطيهم بكيس بلاستيك عشان ما تكونش قشرة، واحنا مش عايزين القشرة دي. وبعدين اسيبهم يبردوا برا التلاجة، وبعدين احطهم بقى في التلاجة شوية على ما نخبز بقى الاكلير. دلوقتي بقى هنجهز عجينة الاكلير. دلوقتي بعد ما بردت العجينة هنبدأ بقى نحط البيض. بصي بقى على حسب البيض بتاعك، يعني انت لو البيض بتاعك صغير شوية من 5 ل6 بيضات، انا خد معايا 5 بيضات. بعدين اصلا انا يعني انا ما بعيرش البيض، ما بعيرش البيض كده، انا بفضل احط البيض لغاية ما القوام اللي انت هتشوفيه حالا بيمط كده وملزق. ده بقى القوام اللي احنا عايزينه بالظبط. هنحط الاول البيضة والكيسين فانيليا، او انت هتستعملي اي فانيليا بس تكون فانيليا جودتها كويسة، عشان العجينة معانا ما تبقاش ريحتها زفارة بيض وكده. نضرب اول بيضة، بعدين نحط البيضة التانية ونضرب لما تختفي خالص، بعدين نحط البيضة التالتة وبرضك نضرب لما تختفي، بعدين نحط البيضة الرابعة والخامسة وكده بقى. المهم هنفضل نضرب ونخلص كمية البيض اللي معانا، وبعدين هنلاقيها بالقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وانا بجهز العجينة هكون مشغلة الفرن
على درجة حرارة 180 لو هو فرن بوتاجاز. بالنسبة بقى للفرن، لو هو فرن بوتاجاز هنحطه على 180، هياخد معانا 45 دقيقة بالظبط. لو فرن كهرباء انا بتاعي خد معايا ساعة على درجة 250. يعني كل فرن بيختلف عن الفرن التاني. لو فرنك حامي هياخد 170 برضك على 45 دقيقة. انت على حسب الفرن بتاعي. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. شوفوا بيمط ازاي وملزق كده. هندهن الصاج معلقة سمنة، زبدة قصدي. وبعدين بقى نبدأ نجيب بولة كده فيها مية، ونحط بقى ايه في الكيس الحلواني ده. هندهنه دهنة زيت خفيفة كده من جوه عشان العجينة ما تلزقش مننا في الكيس من جوه. كده زي ما انتوا شايفين هنضغط ضغطة، وبعدين هننزل بقى العجينة. من بشد العجينة تعمليها بصبعك كده، تبليه مية، وبعدين هنقطع كده شد المية كده. هتحافظ ان انت مش هتخليكي ايدك تلزق فيه. وهنظبط الشكل كده عشان لو في اي حاجة بوز طالع او العجينة مش مظبوطة هنظبطها بالمية. كده خلصت. هدخلهم بقى الفرن في الرف الوسطاني. هياخدوا معاكم 45 دقيقة وهيطلع شكله قمر كده فاضي خالص من جوه. وهوريكم واحدة كده من الميني الصغننين، من الاكلير الصغير اللي انا عاملاه. بالنسبة بقى للكريم باتيسير او الباستري كريم اللي احنا كنا عاملينه، حطيناه جمد في التلاجة مسك نفسه كده. انا بطلعه اضربه بمضرب الكهرباء ضربة كده، يبقى يرجع تاني قوامه كريمي خالص، ويبقى سهل ان احنا نحشيه الاكلير، نحشيه في الاكلير. دلوقتي هبدأ اخرم الاكلير من تحت، وابدأ بقى انزل الكريمة ونضغط ضغطة بسيطة. انتي اول هتحسي اصلا ان هي اتملت. ادوب بقى الشوكولاتة في الميكرويف، واحط على كل طبق شوكولاتة نحط معلقة زيت، بس يكون زيت نوع كويس عشان ما يعملش ريحة وطعم مش كويس في الشوكولاتة. وابدأ بقى انزلهم في الشوكولاتة، وانزل كده انضف الشوكولاتة عشان ما تبقاش طبقة الشوكولاتة كبيرة قوي، يعني سميكة. شكله حلو جدا. اخلص الكمية كلها، وبعدين اجيب اكياس صغنونة كده، كيس صغير، كيس تلاجة، كيس اي حاجة. بس انا ببقى اجيب الاكياس الصغيرة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، الحاجات اللي زي دي الشوكولاتة حطها فيها. وبعدين هعملها اقطعها حتة صغيرة، هقطع بوز صغير كده، وابدأ اعمل خطوط بالشوكولاتة. وهنا كده بقى الاكلير بتاعنا خلص. حلاوته بقى ما بتتاكلش كده لو الشوكولاتة سايحة. يعني احنا خلصت من هنا، وبص كل واحد خد له واحده كده خلص. انا ما لحقتش الا كام واحده ورا، هوريها لكم كمان شويه. يعني كام واحده كده بس فتحتهم كده عشان اوريه لكم من جوه. بس هو حلاوته كده نخلص من هنا وناكل على طول وهي بس الشوكولاته سايحه كده وطعمه حلو قوي. وهنا بقى ما لحقتش الا دول عشان اصورهم لكم من جوه، بس كان سقع بقى. فدلوقتي شايفين كمية الكريمة من جوه عاملة ازاي، وفاضي وجميل بجد، حلوة قوي. يا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، وكمان اكتبوا لي في الكومنت حابين ان انا اعمل ايه تاني، واعملوا لي شير مع اصحابكم، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وباي باي.